السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا عليكم مرة أخرى يا أصدقائي بمقطع جديد. طبعا بهذا المقطع راح نشرح عن تطبيق تحويل، يعني شرح سريع. نشرح شنو سالفة هاي التطبيق، قاعد ينتشر في الفترة الأخيرة خاصة بالدول العربية أكثر شيء. فراح نشوف بهذا المقطع شنو فائدة هاي التطبيق، شنو الشغلات اللي بيها، ومن من الأشخاص راح يستفاد منه يعني إذا حمل هاي التطبيق، وإحنا ليش راح نحتاج إن نحمل هذا التطبيق، وش راح نستفاد منه بالتفصيل. ماشي، فراح اسوي لكم شرح سريع خفيف. اوكي، ما راح يعني اطول هواي بالمقطع ان شاء الله، فقط يعني خليكم مركزين وياي. واي سؤال او استفسار عندكم يعني تقدرون تكتبوا لي اياه بالتعليقات. اذا تريدون شرح اعمق عن خدمة معينة بهاي التطبيق بشكل عميق اكثر شرح، يعني راح اسوي لكم اياه ان شاء الله، فقط اكتبوا لي اياه بالتعليقات واني بخدمتكم. فالمهم خلي ما اطول عليكم ونبلش على بالشرح على بركة الله، وليتس جو. O RW é o bicho, é o bicho, é o bicho. اوكي يا اخواني، بالنسبه لتطبيق تحويل، اول شيء هاي تطبيق عباره عن يعني من اسمه تحويل. يعني بالدرجه الاولى هدفه الاساسي انه انت تقدر تسوي حوالاتك لاي دوله تريده، مثلا صاحبك، عائلتك بغير دوله، او حتى بداخل دولتك كمان تقدر تحول برسوم قليله جدا، يعني رسوم $1 فقط. فيعني هذا الشيء كلش مميز، يعني هذا الشيء بالعادة ما موجود بالشركات العالمية ولا بالأنظمة السويفت العالمي وبالبنوك. أوكي، يعني أنت بالعادة من تحول فلوس فتحتاج لك يعني رسوم تقريبا، يمكن ما أعرف رسوم الدولية إيش قد، أعتقد $12 للمبالغ اللي جو ل $300 على ما أعتقد. والفوق ال 300 يزداد أكثر وأكثر، يعني بحيث إذا تحول $1000 فانت راح تحتاج بالعاده يعني تعطي رسوم ما يقارب فوق ال $50. فهنا لا، هنا رسوم فقط $1 مهما كان المبلغ. اوكي، طبعا اكيد اكو حدود، يعني اتوقع حدود اليومي يمكن ما ادري ايش قد، $3000. هسه راح نشوف يعني سوية. اوكي، فهاي النقطة الأولى، يعني الهدف الأساسي الأول اللي هو إنه أنت تقدر تسوي حوالاتك بكل سهولة. طيب، اكو شغلات ثانية بيه، نعم اكو شغلات ثانية بيه، لان هو يعني هاي التطبيق ما مقتصر فقط على موضوع انك تسوي حوالة، لا اكو بيه عدة خدمات. ومتى ما جاي يشوفوها قدامكم، هنا مكتوب عالم التحويل، وهنا فوق اكو رصيد وشغلات يعني عديدة. اوكي، فاول شغلة خلينا نشرح عن الخدمات اللي بيها. عندنا خدمة تحويل، قلنا انه تقدر تحول هنا، تحط معرف شخص صاحبك، صديق او احد افراد عائلتك، وتحول له رصيد. اوكي، طبعا المعرف هنا تاخذه فوق، هاي فوق ما تاخذه معرف، تم النسخ تنطيه لصاحبك او احد افراد عائلتك ويحول لك. طيب، هنا اكو خدمات اخرى تقدر تسويها، مثلا اللي هو شحن الهاتف. هنا تحط رقم تلفونك وتختار الشركة، مثلا اسيا سيل، كورك، فودافون، اي كان مهما كان الدولة اللي انت عايش فيه، وتشحن رصيدك. اسعار طبعا اكيد يعني اسعار يا اما يكون نفس السوق او ارخص من السوق. ماشي، فهاي يعني نقطة كلش حلوة، وبيها نوع من التنافسية، يعني راح يشجعك، يعني احنا كمستخدمين راح نستفاد منه. الفائدة بالاخير تكون لنا يعني كمستخدمين. ماشي. طيب، اكو شغله ثانيه، تذاكر الطيران. طبعا تذاكر الطيران هاي كلش حلوه هنا بهاي التطبيق. ليش كلش حلو؟ لانه اسعاره يعني لو تسوي مقارنه ويا الشركات العالميه اللي تحجز بيه تذاكر السفر، راح تلقى انها ارخص يعني بنسبه ملحوظه جدا. فهنا تقدر مثلا تختار رحله، تذكرة رحله باتجاه واحد او رحله ذهاب اياب، وتختار الدوله والساعه والتاريخ وكل هاي التفاصيل تختارها. وحتى درجه المقعد، تريد درجه رجل اعمال، درجه اولى، اقتصاديه، اقتصادية مميزة، تختار الدرجة اللي تريده. ماشي، وحتى عدد الأفراد وياك أطفال ما أدري شنو، فتحتجز هنا تذكرة سفر طيران وخلاص، يعني مبروك عليك، سافر وتونس. ماشي. طيب، الخدمة الأخرى اللي هو الإي سيم. طبعا الإي سيم كلش حلو، أنا جربت اشتريت باقة إي سيم وجربته، يعني مو بموبايلي، موبايلي للاسف ما يدعم الايسم. يعني نظام الايسم، خليني اشرح لكم الايسم شنو يعني. الايسم هو شريحه الالكترونيه، شريحه الكترونيه، يعني مو هاي الشريحه البلاستيك اللي تحطها السيم كارت بلاستيك، لا هذا شريحه الكترونيه. ومو كل الموبايلات يدعمها، اكو موبايلات حديثه يدعمها، مثلا الايفون 17 من نزل يدعم الايسم، ايفون 16 يمكن
يمكن كم اصدار قبله. واكو مجموعه هواتف اندرويد هم يدعم الحديثات والفلاج شيب. اوكي، فمو كل موبايل يدعمه. هسه انا موبايلي ما يدعم الايسم. اوكي، فاكو موبايلات يدعم الايسم. فبكل بساطه تشتري شريحه ايسم اثناء مثلا ما تريد تسافر، مثلا تريد تحصل انترنت. فبدل ما تروح من المطار تشتري سيم كارت بسعر غالي وباقات محدودة به، فهنا يعني التكلفة عالية من تكون. فلا، هنا رخيص يعني. هسه راح نشوف يعني مع الأدلة، يعني راح نشوف تجربة. اوكي، طبعا بالنسبة لي اشتريت يعني اسم هنا باقة، بس للاسف يعني ما استفادت منها لان الموبايل ما يدعم الايسم. اوكي، فشغلته بهاتف ايفون لاحد افراد الاسره، جربته واشتغل يعني ما شاء الله، يعني سرعته هم كلش حلوه كان. فاما هنا الدول الثانيه اللي مثلا انت تريد مثلا تسافر لتركيا، هنا تختار طبعا هنا البلد. اذا تريد تسافر تركيا يعني تختار تركيا مثلا، او تختار اوروبا، الدول الاوروبيه تروح تسافر لاوروبا، او تختار العالم يعني كل الدول يطلع لك الباقات مال كل الدول. تمام. هنا مثلا تختار البلد تحديدا، مثلا البلد اللي تريد تسافر له مثلا كان يكون تي ار تركيا، وتضغط على متابعة. هنا أنا ايش راح يطلع لنا؟ يطلع لنا الباقات. يعني شوف رخص الباقات يعني ايش قد رخيص. مثلا انت تروح تسافر 5 ايام، 5 ايام 4.3 دولار، 3 ايام 3.10 سنت. فيعني 7 ايام 5 دولارات ونص، يعني 5.6 دولار. ف10 ايام 7 دولارات ونص فقط. 15 يوم 10 ونص. هنا 30 يوم كاملة، شهر كامل 20 دولار فقط. فيعني السعر رخيص بمعنى الكلمة. هاي انليمتد، يعني ممكن تشتري محدود. يعني مثلا 7 ايام 1 جيجا فقط، 1.3 اذا استخدامك محدود وما تصرفه هواي يعني ميجا بايات. فهاي شيء كلش جميل ولطيف. فراح تفيد كلش الاشخاص اللي يسافرون. وحتى الاشخاص اللي عايشين بداخل هاي الدول هم راح يستفادون. يعني مثلا شخص عايش بتركيا، فبعد المن يروح يعني يشترك اشتراكات اللي يمهم مال ما اعرف شنو ابراج حاطين، ما ادري كيبل ضوئي، والله ما اعرف شنو يمهم السيستم. بس يعني ممكن هنا اي مواطن عادي يشتري له من هذا الني ويتونس. اوكي، او ممكن الدول الاوروبيه، انت عايش باوروبا او عالميه، يعني هنا العالميه يطلع لك مجموعه باقات كوم. اوكي، النت ضعيف لو شنو. اوكي، فهنا مثلا يطلع لك باقات عالمية كوما. يعني مثلا هنا تجي على الانليمتد، وين الغير محدود. هاي انليمتد هنا 5 دولار. فتضغط على متابعة. طبعا هنا اكو شغلة لازم تنتبه لها، انه الدول المدعومة شنو، تضغط على عرض الكل يطلع لك الدول المدعومة يعني. اوكي، يعني مو مباشرة تشتريها، لا تأكد، يعني تأكد ان الدولة اللي انت مسافر لها او تريد تشغل النت فيه فلازم يكون مدعوم. اوكي، يعني هسه هنا ماكو تركيا هاي الباقة. فاذا رحت سافرت تركيا واشتريت هاي الباقة ما راح يشتغل. فلازم تروح تحديدا تشتري الباقات اللي يخص تركيا. هاي يعني ملاحظة كلش مهمة، حبيت انطيكم اياها حتى بعدين يعني شو اسمه، يعني من باب التجربة اللي سويتها يعني. فصار عندي خبرة بالموضوع فحبيت اشاركه وياكم. المهم، اكو خدمات اخرى من موجود يعني بهاي التطبيق. يعني شيء كلش حلو اللي هو هنا متجر تحويل. هنا تقدر تشتري كروت، يعني كروت شحن. اوكي، تختار الدولة مالتك، مثلا كان يكون آه شوف عراق شنو بيها، شنو نوع الاشتراكات. فورتنايت وما ادري هذني سوالف، فري فاير، موبايل ليجند، العاب يعني تشحن العاب، ويعني شغلات قليله ما موجود بالعراق. فخلينا نجي نشوف نختار كروت شحن دولة يونايتد ستيت. هنا الولايات المتحدة الأمريكية بي موجودة يعني شغلات الأديداس والأمازون يو اس، وكروت شحن مال شو اسمه، تشحن رصيد إذا حسابك أمريكي. فهنا تشحن رصيدك من 2 دولار إلى 100 دولار تقدر تشحن رصيد ايتونز. والحلو بالموضوع انه هنا بدون رسوم يعني ما تدفع رسوم، يعني تحط المبلغ اللي تريده والله خلينا نجرب متابعة. اي بدون رسوم. اوكي، فئة ترفيهية. انت الرسوم فقط يعني مرة واحدة تدفع اثناء الايداع يعني، ورسوم كلش قليلة يعني. اوكي، فهسه راح نجي على موضوع الايداع والسحب من بس. خلينا نكمل باقي الميزات اللي فيها. وهنا تحويل مول مو جاهز. اوكي، خلينا نضغط علمني على ما يكون جاهز.
راح يجينا اشعار من يكون جاهز. تحويل مول يعني حسب اللي فهمته انه راح يكون نفس الامازون بالضبط، يعني يكون بيها مثلا غراض، تشتري غراض عادي، يعني تطلب لك غراض للبيت ويجيك يعني بالعافيه عليك تونس كمستخدم عادي كمستهلك. وايضا ممكن تكون انت باع، يعني انه انت عندك غراض وتبيعها تعرض بداخل يعني هذا المول، تحويل مول. وممكن تشتغل اساسا دروب شوبينج، يعني حتى لو ما عندك اغراض وتريد تشتغل كتاجر، فممكن يعني تشتغل دروب شوبينج. واللي ما يعرف شنو دروب شوبينج، دروب شوبينج يعني انه انت تعرض بضائع متاجر ثانيين على متجر مالتك، وبالتالي الزبون من يجي يطلب منك تاخذ الطلب مالتك وتسلمه لذاك المتجر، وذاك المتجر يودي المنتج للزبون، وانت تحصل فلوسك من الزبون وتطلع من ربحك وتنطي الباقي لصاحب المتجر الحقيقي. فيعني عملية يعني اختصرت لك عملية الدروب شوبينج. ماشي. طيب يعني هاي خلينا نقول باب رزق ممكن لهواية اشخاص يعني ما عندهم شغل راح تفيدهم او كشغل ثانوي. طيب مزادات التحويل هاي مزادها ما اعرف شنو وضعها، مكتوب هنا بيع العناصر، وضع العطاءات، آه يعني ما اعرف شنو الموضوع. اوكي، من يشتغل راح نفتهم شنو سالفته. طيب هاي يعني حسب ما موجود حاليا، هاي الخدمات اللي بيها يعني خدمات مفيدة جدا، يعني بالدرجة الأولى للأشخاص اللي يحولون فلوس، اوكي، وبالدرجة الثانية للأشخاص اللي يسافرون أكثر شيء، وبالدرجة الثالثة للأشخاص اللي يشترون هواية أمور إلكترونية، يعني اوكي، يشحنون رصيدهم هاتفهم، أو يشترون إي سيم انترنت، أو يشترون تذاكر سفر طيران، أو ممكن هنا بنشتغل المتجر مول، تحويل مول، هو يشتغل يعني يفتح له متجر او يطلب اونلاين غراض، او هنا ممكن يشتري كروت شحن او بطاقات شحن، نتفليكس وغيره، من هذين الشغلات اشتراكات. فاكو يعني كلش يعني امور تعليقات ايجابيه على هذا التطبيق، وحتى الاب ستور وجوجل بلاي المتجر، داخل متجر جوجل بلاي مثلا من تحمله راح تلقى مراجعات هواية على اشخاص يعني تجربتهم حلوة ويا هاي التطبيق، فتقدر تشوف المراجعات هم من يعني هاي بالنسبة للخدمات يعني بشكل عام، والفوائد اللي راح تحصله من هاي التطبيق بالوقت الحالي حسب تاريخ تسجيل هذا الفيديو، وممكن بالمستقبل ينضاف خدمات أخرى يعني إن شاء الله. طيب نجي على موضوع الإيداع والسحب، ايش قد رسومه وايش قد تفاصيله وطريقته شلون تكون. بالنسبة للإيداع والسحب هنا تكون عن طريق عدة طرق، أما عن طريق الوكلاء، أو عن طريق شخص ثاني يعني عنده نفس التطبيق، منزل نفس التطبيق وعنده حساب بالتطبيق، ويقدر يحول لك فلوس من حسابه. اوكي، هنا كان يكون مثلا هنا طلبات الوالد يكون موجود، طلب اموال مثلا تطلب مثلا هنا تكتب، هنا تحط المعرف مالته، وهنا راح يطلع اسمه اسم الشخص، وهنا تحط المبلغ. اوكي، مثلا انت يابا انت مسافر لروسيا، اوكي، فلقيت لك يعني يعني انت راح طالب تطلب العلم تروح تدرس هناك، ولكن صدفة لقيت لك واحدة حلوة روسية، شنو هنا تتفق وياه يقول لك ياباني مهري $1000 الروسية تقول. فهنا شو تسوي؟ راح تحط هنا معرف مال والدك، اوكي، وهنا راح يطلع اسم الوالد، وهنا راح تحط مثلا $1000 مالتك. ماشي، وهنا تكتب بابا اني لقيت لي وحده روسيه وكذا وكذا وما ادري شنو مواصفاتها ايشي، وعيونه وشعره طويل وقص شقر وعيونه خضر وما ادري شنو، واريد $1000 هذا كمهر. طبعا هنا أنا راح تضغط على متابعه، وراح يوصل الطلب وين؟ هنا في قسم الوالده يم الوالد. فطبعا هنا الوالد من يشوف الطلب مالتك ويقرا الوصف مالتك اللي دزيته، فهنا ايش راح يسوي؟ راح يسوي لك حاله من الحالات، يا اما هو يعني عنده فلوس كوما وما يهتم ويدز لك الفلوس، او ينطيك بلوك من الداخل التطبيق، وكذلك من الحسابات السوشيال ميديا كلها، وبالحياه الواقعيه هم يعني يقول لك خلاص ابقى هناك لا ترجع. اوكي، خلي تفيدك الروسيه طبعا. اوكي، المهم احنا وين طلعنا عن الموضوع وين رحنا؟ اوكي، فخلينا نجي على طلب اموال. خلصنا طلب اموال. طبعا الوكلاء سهل جدا، يعني مثلا تريد تسحب فلوسك او تريد تودع فلوس شحن، يعني تشحن رصيد داخل التطبيق، فهنا تحط مثلا $100 وتبحث عن وكلاء. طبعا تفعل خدمة تحديد الموقع على مود شنو يطلع لك الوكلاء القريبين عليك.
هنا اقرب الوكلاء عليك. طبعا هنا هاي الوكيل مثلا تختار هذا، وتقدر تفتح محادثة وياه وتسولف، تسأل انه كل 100 دولار بيش سعره، ويعني تتفق وياه. ثم تبلش يعني تضغط عليه، تضغط على الوكيل، ثم تضغط على إنشاء الرمز وتقوم آه تتفق. طبعا هو اكيد انت راح تتفق وياه شنو طريقة الدفع يعني همين شنو يستقبل زين كاش، لو يستقبل تواجد يعني رسمي عنده مكتبة تروح تنطي فلوس كاش، او ممكن عن طريق الخدمات الموجودة بالعراق مثلا سوبر كي تحول او زين كاش تحول يعني تتفق وياه، وبعدين تقوم واحد يسلم والثاني يسلم الرصيد اللي موجود داخل التطبيق. اوكي، هاي موضوع يعني ممكن اشرح لكم اياه بشكل اعمق يعني اذا تريدون، ولو ما يحتاج يعني حال البي تو بي الموجود بمنصات شو اسمه الرقميه. اوكي، السحب، هاي عملية السحب نفس الشيء، نفس الخطوات، ما يحتاج نتعمق به. بالنسبة للبنك، هنا البنك اللي يريد يودع عن طريق البنك، فهنا يحط معلومات البنك مالته ويسوي متابعة، وبعدين يقوم يودع من خلال البنك. طيب الإيداع بالبطاقة البنكية هاي هم موجود، تضغط عليه وراح يوديك على الموقع الرسمي على الصفحة، فتسجل دخول، وبعدين تضغط على edit found، ثم تحط الرصيد، ثم متابعة، وتحط معلومات البطاقة مالتك وتودع. طبعا بالنسبة للإيداع عن طريق البطاقة راح تكون بالعراق يمنا راح تكون أرخص. أوكي، ومو كل البطاقات، يعني اكو بطاقات يكون صرفه على سعر الصرف الرسمي، يعني يكون مثلا 1400 1350. اوكي، فانه اذا تجي عن طريق الوكالات تشتري راح يكون 1450، ولكن اثناء السحب اربح لك انه تسحب عن طريق الوكيل، ولكن اثناء الشراء عن طريق البطاقة. اوكي، وطبعا مو كل الاحوال، يعني حسب، يعني حسب انت رصيدك يعني. اوكي، فاذا كان مبالغك يعني كلش ضخمه، فاكيد هنا راح تضطر انه تشتري من الطريقتين، يعني هم البطاقه نص المبلغ مثلا بالبطاقه، ونص المبلغ الثاني عن طريق الوكيل. اوكي، فهم على مود يعني بطاقتك يعني ما يعلق، يعني اكيد اكو حدود، يعني ليمت معينه، كل بطاقه لها ليمت معين تقدر تشتري به او تشحن به. طيب هاي نقطة يعني لازم تنتبهوا له. بالنسبة للبطاقات الرخيصة، أرخص شي ما أعرف شنو أرخص شي بالضبط. جربت سوبر كي 1400 حسب لي إياه لكل دولار، يعني 140 ألف لكل 100 دولار. بس حسب ما سمعت إنه أرخص شي حاليا ممكن تشتري أو تشحن رصيد بداخل التطبيق، اللي هو بطاقة النيو وبطاقة الزين كاش، وبعد ما أدري ذاك وغيره أحسن. فأنتوا يعني شوف دوروا وشاركوني آراءكم بالتعليقات، يعني شنو أرخص شي. طيب آه يعني حتى كلنا نستفاد، يعني شاركونا آراءكم بالتعليقات حتى كلنا نستفاد، يعني مو بس كل واحد يعني يكون أناني ويا نفسه يعني ماشي. طيب هسه الإيداع والسحب يعني شرحناها، ونظام التحويل اللي عرفناه إنه نحط اليوزر هنا وتحول له يعني رسوم 1 دولار فقط. واكو انواع الحسابات هنا، مثلا هنا انواع الحسابات كل ما سويت عمليات ايداع سحب تحويل، فكل ما هنا يعني نقاطك يزداد ويصير لك خصم على الرسوم لأي معاملة تقوم بها. ماشي، لحد ما توصل في اي بي اعلى، يعني اعلى رتبة. اوكي، طيب بس بقى اكو شغلة اخيرة يا اخواني، اللي هو هنا لو تجي على شارك وارباح، هنا تلقى رابط حالة خاص بك. طبعا انت ضروري جدا بالبداية تسوي حسابك، اه توثق حسابك، تودي على الاقل 10 دولار حتى يكون حسابك نشط. اوكي، يعني ما راح يكون حسابك نشط مجرد انك تسوي حساب. ماشي، طيب هنا أنا اكو نظام احالة، تقدر تشارك رابط احالة مالتك وتربح 1 دولار على كل شخص يسجل عن طريق رابطك ويفعل وينشط حسابه. ينشط حسابه معناه شنو؟ معناه يسوي الخطوات الثلاثة، انه يسجل الحساب ويوثقه ويودع على الاقل 10 دولار حتى يكون نشط. ماشي، وايضا انت من تسجل مثلا عن طريق رابط الحالة مالتي، اوكي، او اي شخص يسجل عن طريق رابط الحالة مالتك، فراح يحصل 3 دولار بالبداية كهدية يعني من التطبيق، على مش على مود هاي 3 دولار تستخدمها كرسوم يعني لعملياتك، يعني سواء حوالاتك او ايداع سحب تحويل من هالتفاصيل. ماشي، بالنسبة لرابط الحالة مالتي هذا نهايته تكون 173، يعني شنو اللي هو كود الحالة مالتي 173. نجي على مثلا رابط الحالة، رابط الحالة يفتح لك هيك رابط. طبعا انت لا تنزل التطبيق قبل وتسجل دخولك، لا بالبداية بالموقع على الرابط تسوي حساب، وثقها،
اوكي، او ممكن توثق بداخل التطبيق مو مشكلة، بس اثناء عملية تسجيل الحساب تكون بالموقع احسن. اوكي، شوية سلس اكثر واسهل، وتقدر تتحكم اكثر يعني. ماشي. طيب، هنا أنا اكو مجموعة شغلات راح يطلبوا منك: فيرست نيم، لاست نيم، ايميل، الاسم الاول، الاسم الثاني، ايميلك. ها بالمناسبة ضروري جدا تحط معلوماتك الحقيقية. المعلومات الحقيقية نفس الجواز، نفس الهوية. ليش؟ لأنه هو هاي التطبيقات اللي بيها ماليات، فلوس، شغلات، يعني هاي التطبيقات بشكل عام أي تطبيق مالي له علاقة بالفلوس، حوالات، هاي الأمور لازم يكون المستخدم موثق حسابه حتى يتأكدوا إنه أنت مالك علاقة بأي جهات يعني من هذول الجهات الإرهابية أو غيره وغيره من هذول. عرفت شلون؟ يعني إن شاء الله يعني وضحت لي الصورة. فضروري جدا يكون معلوماتك سليمة حتى يتأكدوا ان انت مواطن عادي سليم لطيف جميل كيوت وما عليك اي مشاكل. ماشي. طيب، ايميلك، رقم هاتفك مع رمز البلد، كود الإحالة، مثلا كود الإحالة مالتي 173، أو كود إحالة مال صاحبك إذا صاحبك سوى لك دعوة. أوكي. فهنا بيردي، تاريخ الميلاد، تحطه ثم علامة صح هنا والصح وتضغط على كونكت، وبعدين باقي الخطوات سهلة جدا ما يحتاج أشرح لكم إياه أو أتعمق به. أوكي. الخطوة اللي بعدها يدز لك كود على الإيميل وتتأكد، وبعد ما أدري شنو، يعني هاي شغلات سهلة جدا. أهم شيء معلوماتك لا تنسى تدخلها صحيح نفس ما موجود بالجواز أو بالهوية. أي شيء يطلبه منك حطه بشكل سليم، ولا تكذب على التطبيق ولا تكذب على الموقع. حط كل شيء سليم على مود شنو؟ على مود يتوثق حسابك بكل سلاسة وما يصير مشاكل بعدين بالمستقبل إذا كان معلوماتك غلط. ماشي. طيب، اعتقد ما بقى شيء اضافي نشرحه، فقط هاي بطاقات جي سي بي موجود شرحنا عنه، تقدر تراجعه بالمقطع السابق. وهنا رمز باركورد، اعتقد هنا الموضوع اللي تقدر تستلم وتودع عن طريق الباركورد. هاي شغلات بسيطة يعني. آه، بعد شنو؟ اعتقد ما ظل شيء اضافي، فخلينا نختم المقطع يعني. واسف على الاطاله، يعني يمكن المقطع صار طويل، وايضا اسف على الغياب الطويل، يعني ما بدنا نشر لكم مقطع من زمان، بس يعني تعرفون كل شخص وعنده ظروفه، يعني ما نقدر نتعمق بالموضوع. فخلينا بموضوعنا الاساسي اللي هو تطبيق تحويل. التطبيق الجميل اللطيف الظريف الكيوت يعني كلش مفيد صراحه، كلش مفيد، كلش مفيد يعني لكل الفئات يعني. يعني سواء الاشخاص اللي يسافرون، الاشخاص اللي قاعدين ببيتهم، الاشخاص اللي يشحنون كروت شحن، نتفليكس، يشاهدون افلام، يشحنون رصيد هاتفهم، يشتغلون من المنزل، يفتحوا له المتجر ولو ما بعد ما شغال هاي مال النظام. اوكي. او اي شيء اخر يعني. تمام. فكلش مفيد تطبيق، فأكيد يعني أنصحكم إن تنزلوها وتجربوها. و... وحتى لو اكو خدمات بالوقت الحالي تشوفون انه ممكن يكون سعره غالي، عادي يعني اصبروا عليه، لان التطبيق يعني جاي الاحظ انه الاسعار يعني اول ما نزلت التطبيق كان اسعار فتشي يعني. اوكي، الشكل مختلف، بعدين بعد اسبوعين تغير الاسعار، وبعد باسبوع هم تغير. فجاي احس انه قاعد يشتغلون عليه شغل كلش زين مضبوط، فجاي يحاولون انه يخلون التطبيق هذا الخدمات اللي بيها اسعاره تنافسية بشكل مخيف جدا مع باقي التطبيقات والشركات الاخرى، و يعني الاسعار الاخرى الموجودة بالسوق. ماشي يا اخواني. فخليكم مركزين على التطبيق، واذا اكو سؤال استفسار شغلة ما فهمتوها اسألوني اياه بالتعليقات، تقدرون تتواصلون وياي، او التطبيق هو نفسه موجود عنده موظفين يعني عندهم موظفين وتسأل اي سؤال وان شاء الله ما راح يقصرون وياك. هذا هي يعني بكل بساطة مقطعنا لهذا اليوم، وهذا هو تطبيق تحويل. اوكي يا اخواني، الى هنا نصل لنهاية المقطع. اتمنى المقطع او طريقة الشرح والمراجعة نال على اعجابكم على رضاكم، وكان معكم اخوكم محمد، وان شاء الله راح اشوفكم في مقاطع اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايونارا.